مرحبا واهلا فيكم جميعا بصفحتي بيكن كيك مع زوزان. عملت الصفحة على طلب متابعيني على الانستغرام، ورح يدور القناة عن كل شي يتعلق بالطبخ والحلو الشرقي والغربي. طبعا بأول فيديو مثل ما وعدتكم رح يكون عن المنتجات المهمة بالسوبرات الأوروبية، ورح يكون في كتير من هالفيديوهات بس لبعدين إن شاء الله، بس لأخذ نظرة شاملة على المنتجات الموجودة بالسوبرات الألمانية، وإن شاء الله نقضي وقت حلو سوا ونتعلم ونستفاد من بعض. ويلا نبدأ. حبيت أوضح لكم بالأول عن أنواع السميد بالسوبرات الأوروبية بشكل عام. هذا هو سميد الذرة الصفراء، نوع من أنواع السميد الخشن وكتير طيب للمعمونية وللهريسة النبكية وغيرهم من أنواع الحلويات. النوع الثاني المهم واللي هو سميد القمح، هو نوع سميد ناعم يستخدم لحلاوة الجبن والمشبك والقشطة السورية وغيرهم. وهذا نشاء الذرة، أكتر نوع نشاء يستخدم لجميع أنواع الحلويات إن كان حلو بارد أو سخن. وهون كريمة الشانتيه، وجنب منه مثبت الكريمة، طبعا بينضاف له حليب والمثبت ليمسك قوامه ويخفق سوا. في البعض ما بيعرفوا، لهيك حبيت صوره لفيدكم فيه، بس أنا ما بستخدمه بالمرة لأني بفضل أني أستخدم الكريمة السائلة. وهذا القسم المنتظر شلاغوبرز، واللي هو الكريمة السائلة بنسبة دهنية 36%. طبعا قوامه للتزيين أفضل بكتير من غير أنواع كريمات، وطعمته مميز كتير. طبعا وهذا النوع السبراي أبدا ما بصير لتزيين الكيك، هذا الحلويات سريعة مثل البانكيك والكريب والوافل. وأخيرا الفقرة المنتظرة، قسم أدوات تزيين الكيك. في كتير أشكال متنوعة لعجينة السكر، مثل ما شايفين في ورود وألعاب وحيوانات وغيرهم كتير. هالنقطة حبيت نبهكن عليها، إنه هاد عجينة لوز مو عجينة سكر، فديروا بالكن اسمه مارسيبان. أما هاد فهو عجينة سكر اسمه رول فوندانت، هاد لون ذهبي وأكيد فيه غير ألوان، انتو بس دوروا بتلاقوه بنفس القسم. وهذا الميرور جليز الملمع اللي بنحط فوق الكيك، طبعا كمان إله عدة ألوان. وكمان هون الرول فوندانت لون فضي. هون كمان عنا الميرور جليز ملمع الكيك. وهلا هون قسم المهم واللي هو ملونات الطعام، اسمه فار باستا بالألماني. طبعا كلهم موجودين بنفس القسم، ومو ضروري تلاقوا نفس هالعلب أو هالمنتجات، احتمال تلاقوا فار باستا بس بغير كرتونة أو بغير علبة، يعني المنتج بتغير دايما. طبعا كل شي يتعلق بالكيك وتزيينه من ملونات وأقلام وفوندانت وغيره موجودين دائما بنفس القسم. حتى إذا ما قدرتوا تلاقوه فيكن تسألوا عنه بالسوبر من الأسماء اللي عم أعطيكن إياها.
وهلا رح ننتقل للجبن بأنواعه. جبن الجودة طيب كتير لجميع أنواع الطبخات، إن كان البيتزا أو المعكرونة بأنواعه وفطاير وغيرهم كتير. طبعا اسم الجبنة بيكون جودة، متوفر دايما بكل أوروبا، كنت استخدم منه دايما بالطبخات. ديروا بالكم في كتير أنواع بيكونوا قاسيين وقوامهم بيشبه الشمع، هذا ما بنصح فيه لأنه دهنه كتير وطعمته ما بتكون طيبة أبدا للطبخ. وهاد كمان جبنة جودة، نفس الجبنة نفس الطعمين بس الشركة بتتغير، الكيس مختلف. وطبعا هاد هو رقاق جبنة التشيدر المخصوص للبرجر، يتميز بلونه ومذاقه اللذيذ وخاصة مع برجر اللحمة. هنا هون الموتزاريلا، أكيد الأغلب يعرفوه وشكله معروف دايما كيف بيكون محفوظ بمي مملح بأكياس، يدخل فيه وصفات الحلويات والطبخ. وهذا الشلاغزانة اللي أغلبكم بيستخدموه، طبعا بيختلف كل الاختلاف عن شلاغوبرز اللي حكيتلكن عنه، لأنه هذا نسبته الدهنية بيكون قليل كتير وبالتالي بيدوب بسرعة ويصعب انه تشتغلوا فيه للتزيين. وهون كريمة الطبخ طبعا رح يدخل معنا بالكتير من الوصفات، لهيك احفظوا شكله، رح يكون مكتوب عليه تسوم كوخن يعني للطبخ. هاد كريم فريش، طبعا بعمل فيه كتير كريم توم مرات على السريع، وكمان بيدخل لغير وصفات الصلصات، راح يلزمكن كتير، لهيك احفظوا شكله واسمه. لفيت ودورت كتير لو وصلت لقسم العجائن، طبعا هون عجينة الكرواسون اسمه بيكون بلاتر تايج، موجود بالبرادات وبيلتقى بسهولة كتير، وإله عدة أنواع يعني مش شرط تلاقوا نفس الشكل، بس احفظوا الاسم. طبعا في كتير أنواع عجاين، طبعا رح يكون في كتير أنواع عجاين إن كان البيتزا والكرواسون والفطاير، بس ما فيني للأسف أفيدكم فيه إلا بعد ما استخدمه وأخذ فكرة عنه. وهلا بننتقل من قسم العجائن لقسم اللحوم المجمدة. طبعا في كتار طلبوا مني اني صورلن قطع ناجتس الدجاج، كمان يسهل عليكم انه تلاقوه بالبرادات قسم الاكل المجمد بجهة الدجاج، بيكتبوا عليه دائما ناجتس بالانجليزي.
وبالطريق ونحن طالعين صدف اني شفت شغلة ما حد طلبها مني بس ضرورية كتير: كورن فليكس الذرة. يستخدم بكتير من الوصفات الكريسبي لأنه مرات بيصعب إنه نلاقي البقسماط أو فتات الخبز، فحبيت فيدكم فيه. وطبعا هاد كل شي قدرت أقدملكن إياه حاليا. مثل ما حكيت استنوني مع فيديوهات مشابهة بس لأخذ فكرة عن المنتجات أكتر. وشكرا للمشاهدة، ولا تنسونا من الدعم دائما. وبشوفكن على خير. سلام.